مالك يا ليلى؟ فيه ايه؟ الواد طه شكله اتجنن. ليه؟ عمل ايه؟ قاعد يجيب في سيرة زين ويقول لي اني ما استاهلش واحد باعني وراح يتجوز واحدة تانية، وقال لي إني لازم أنا ابص كويس وان في ناس حواليا بتحبني. قال لك ايه تاني؟ انه بيحبني وبيتمنى لي الرضا. ورحمة ابوكي قال لك كده؟ ايوه يا صفية. وعلى فكرة طه مش أول مرة بيلمح لي بحاجة زي دي. والله قلبي كان حاسس. الكلب والله لهزقه. اوعي يا صفية، لو حد عرف بالكلام ده هتحصل مشاكل كبيرة، اوعي. لا يا ليلى ههزقه. ولا تهزجيه ولا حاجة، اعتبريه عيل صغير وغلط. لا ده مش عيل، كيف يبص لواحدة بتحب اخوه؟ وكيف يبص لواحدة اختها بتحب؟ مبروك يا هتلر بيه، اخلاء سبيل بضمان محل السكن. يلا يا ولدي. مبروك يا ريس. بصراحة أبويا راجل كويس، واقف معايا ومغلط بنته. مهم النتيجة. انت لما كلمته في اي جديد حصل؟ لا ما حصلش، ولا اتكلمت ولا رجعت، وبصراحة أنا كمان ما كلمتهاش. أديني مستني لما أشوف إيه اللي هيحصل. هي الهانم الكبيرة مسيطرة؟ يعني هي اللي ماشية البيت؟ بس هي مطيورة، وتقدر تقول نسخة من بنتها أو النسخة الأصلية. بس لا، الراجل كلمته مسموعة. انا لو منك يا معلم اقلب خالص، حتى لو اتصل بيك ما تردش لحد ما تفهم ان ده غلط. لا طبعا، لو عمل كده هتركبه الغلط وجايز كمان تسوق فيها. بقول لك ايه يا ادهم، انا رايي انك تيجي شويه على نفسك وتكلمها وتحاول تهدي الدنيا، وده على فكره مش عشان خاطرها، عشان خاطر بنتك. نورت بيتك يا مسعد بيه. الحمد لله على السلامة يا مسعد بيه. الله يخليكم يا رجالة. اللهم صل على حضرة النبي. الحمد لله على السلامة يا كبير. عايز البلد كلها تاكل لحمة الليلة دي. عايز بدل الذبيحة 30 وزعوا على بيوت البلد كلها، وأول بيت صالح الجناوي. أوامرك يا كبير. تلاقيهم لابسين الأسود. لا يا ولدي، لسه الأسود هيلبسوه. اتقل. انت فاكر اللي جرى معاك هيعدي كده؟ الحمد لله على السلامة يا ولد الكبير. تسلم يدك. مش عارفه الدكتور ده مركز معاك ده ليه؟ انت اللي مكبره الموضوع يا ناديه، ده دكتور رخم وكل الطلبه عارفينه. ما انت كده كده هتنجحي يا دحيح. لا حول ولا قوه يا جماعه، حد يشيل البت دي من قدامي، انا هموت دلوقتي. هي العربيه دي تبع حد فينا يا بنات؟ انت مش اول مره. في ايه دكتور، حد عايز يخطفك ولا ايه؟ طب يلا مدي منك ليها، بلاش استظراف. ازيك يا ميرات؟ كويس ان حضرتك عارفه اسمي. ممكن اعرف حضرتك مين؟ انا عليا، مرات آسر. آسر مين؟ آسر اللي انتي دلوقتي حالا هتقولي لي في ايه بينك وبينه. انتي بتتكلمي على آسر صلاح؟ We're just friends من زمان. وهو اي حد just friends من زمان تخرجي معاه وتسهري وسوري يعني وتخليه يحضنك ويبوسك كده عادي؟ بقول لك ايه؟ ايوه. لو عايزه تكملي قعدتك وتقولي الكلمتين اللي عايزه تقوليهم، يبقى تحترمي نفسك وتنقي كلامك. والله يا ميرات، هو لو على الاحترام يعني فانا ست متجوزه محترمه نفسي وقاعده في بيتي. الدور والباقي بقى على اللي بتلف على الرجاله المتجوزه تخطفهم من ستاتهم عشان يصرفوا عليهم. اولا انا مش محتاجه حد يصرف عليا، ثانيا مفيش بيني وبين جوزك اي حاجه، هو زيه زي اي حد، مجرد صديق.
ثالثا بقى وده الأهم، بدل ما تضيعي وقتك معايا أو مع غيري، شوفي إيه اللي ناقصك ومخلي جوزك يبص بره وعالجيه. يعني مثلا لو نكدية بطلي نكد، لو شكاكة روح عند دكتور نفساني يعالجك، مش عيب. ولو في حاجة في جسمك ناقصة مش باسطة جوزك، دكاترة التجميل كتير. تشربي حاجة؟ ادينا عرفنا يا عم الحبيب ان هي اسمها صبا، وفي كليه العلوم جامعه قناه السويس، ومش مخطوبه. وحط تحت كلمه مش مخطوبه دي مليون خط. ها قول لي بقى حضرتك هتعمل ايه؟ مش عارف. امال مين اللي عارف؟ مش عارف يا عماد. طب انا هقول لك تعمل ايه. قول لي. انت تروح تتقدم لها عشان نخلص من حاله مش عارف دي. تفتكر؟ اكيد طبعا. مش عارف. تصبح على خير يا منصور. يا عماد، يا عماد انت هتسيبني في حالة مش عارف دي وهتمشي؟ ماشي يا عماد. صباح الخير. صباح النور. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ عاجبني ايه؟ عاجبك ان كل واحد فينا ينام في اوضه ونشوف بعض بالصدف؟ عاجبني. طب انا بقى مش عاجبني. براحتك يا علي. هو انت بتعمل فيا كده ليه؟ عشان خاطر ميرات اللي سمعتها سابقاها؟ يا دي ميرات، ايه علاقتها بالموضوع دلوقتي؟ عشان هي الموضوع يا ياسر. وانا بصراحه مش ههدى غير لما اتكلمها دلوقتي وتهزقها وتقول لها ما تكلمكش تاني. وانا مش هكلم حد. ليه؟ خايف على زعلها قوي؟ لا مش خايف على زعلها، بس اللي عندي ده كله تهيؤات. ماشي اعتبره تهيؤات. ياسر انا بكلمك على فكره. ممكن تريحني من التهيؤات دي وتكلمها؟ عليا، ميرات زي 1000 واحده من صحباتي البنات، وعمرها ما عملت لي حاجه تضايقني عشان اكلمها هزقها. طيب ولو قلت لك ان مكالمتك للزفته الشمال دي هتهديني، هتعمل ايه؟ لتالت مره بقول لك مش هكلمها، وهي ما عملتلكيش حاجه عشان تقولي عليها زفته شمال ولا زفته يمين. ياسر انت لو ما كلمتهاش دلوقتي حالا انا همشي وهسيب البيت. انا بجد زهقت، اقسم بالله زهقت. اعملي اللي انت عايزاه. يا عم بقى اسمع الكلام. هو احنا قد هتلر؟ اهو خرج من النيابه. قد مين؟ يحرق ابو هتلر. مفيش حد فوق القانون. وبعدين مين قال لك اني ما عرفش انه يخرج من النيابه؟ لسه بتكابر؟ ما بكبرش يا بني ادم، بس بالعقل. ده تحقيق اولي، لازم يخرج عشان ما فيش دليل. بس ورحمه ابويا ما بقاش زين الجناوي لو النوبل جاي ما خدش 4 في 4 ب 15. اشمعنى؟ لان اكون مكتف ايده ورجلي ب 100 دليل. يا واثق. ليك حق، ما انت ظابط على كدك. انا على قدي؟ ايوه على كدك. بعدين امال مش كده؟ ما انا ما اعرفش معانا ولا مع هتلر. لازم تتردي وتطقطقي. رد يكون سريع وجاسي عشان يشيل مسعد من دماغه، ما يفكرش يجرب له تاني.